الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من يزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم ومفرج الكربات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في الجهر والخلوات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر والأضحى، وهو عيدنا أهل الإسلام. فالرابح في العيد من يتخلص من دواعي الهوى وعبودية الشيطان والدنيا. العيد الحقيقي يوم أن يسخر العبد جوارحه في مرضاة الله، وأن يقبل بقلبه على مولاه. وفي هذا اليوم يتجلى شكر الله على نعمه وحمده على آلائه، ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي نعمة أعظم من إكمال الدين الذي اختاره الله لعباده واصطفاه لخلقه؟ دين لمن تأمل فيه وجده قد جاء بما فيه مصلحة العباد والبلاد والشعوب والأفراد، لم يترك شيئا مما فيه خير للناس إلا وبينه وأوضح طرقه، ولا شرا إلا وحذر منه وبين مغبته ومضرته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى في هذا اليوم أن يتقرب إلى الله بذبح أضحيته. وقبل الشروع في بيان أحكام الأضحية، ينبغي للمسلم أن يستشعر عظم هذه العبادة وفضل هذه القربة. فالذبح عبادة جليلة قرنها الله مع الصلاة في مواضع مما يدل على مكانتها. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك المقصود في هذه الآية هو الذبح. وإذا كان الذبح عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، كمن يذبح للجن والشياطين وللأولياء. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات يده لما استشعر أنه يتقرب إلى الله اختار من الأضاحي أفضلها وأغلاها وأسمنها، فقد ضحى صلوات الله وسلامه عليه بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت في الصحيحين. والأضحية سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، ولا تجزئ الأضاحي إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ومن شروطها أن تكون سليمة من العيوب المانعة. قال عليه الصلاة والسلام: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. ومن الشروط أيضا أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وهي 5 سنين في الإبل، و2 في البقر، و1 في الماعز، ونصف سنة في الضأن. ومن الشروط أيضا أن تذبح في الوقت المحدود شرعا، وهو بعد الفراغ من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة. وعليه فتكون أيام الذبح 4 يوم العيد و3 أيام بعده،
ويجوز الذبح ليلا ونهارا، والسنة أن يأكل المرء من أضحيته وأن يتصدق منها وأن يهدي كذلك. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأضحية تكون عن الرجل وأهل بيته الأحياء منهم والأموات، ويسن لمن وسع الله عليه أن يستكثر من الأضاحي تقربا إلى الله وطمعا في ثوابه. ويسن للمرء أن يذبح أضحيته بنفسه وأن يسمي الله عليها، ويقول بعد التسمية وتوجيهها إلى القبلة: اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبله مني ومن أهل بيتي. وإن كان المرء ممن لا يحسن ذبح الأضاحي عليه ألا يذبح بنفسه، بل يوكل من يذبح عنه حتى لا يعذب البهيمة ويضر بها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ومن الأحكام أيضا أن أيام التشريق لا يجوز صومها، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولم يستثن من صومها إلا الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.